هي الجميله عملت لنا ناس بتفكر بجد. هو بيقول لي انت هتدوق شويه كشري كلتهم قبل كده حاسبني، وانا بقول لك اكيد في كشري وفي اسماء مهمه، وانا عارف انك انت بتحترم كل الناس يا حاج رامي. الحمد لله. وعارف ان انت شايف لنفسك وباصص لنفسك بس. طب انت الدعايه بتاعتك ما بتعملهاش ليه زي الناس اللي تعمل دعايه، ولا انت معتمد على ان الزبون اللي يجي مره هيجي 1000 مره؟ هي دي خطتك؟ حقيقي. بصوا الجمال، بصوا الجمال، بصوا الشيبسي، بصوا يا جماعه ادي العدس. العدس ده لو فلفل كده مش ماسك في بعضه يبقى اللي عمله راجل شاطر. ده بيتحط بطريقه سليق معينه وبيجي بنوع معين عشان يفضل حجمه كده. انا مش بعمل دعايه، بس هو راجل شرح لي وانا بقول بقى كلمه حق. هدوق معاكم وقولوا لي دي بقى مش هاكلها حتى لو انا مش هعمل الحلقات تاني، عشان دي لو كلتها اقعد سنه في المستشفى. خلينا ندوق كده ونعمل زي ما الناس ما بتعمل. يا سلام يا سلام يا سلام. الله اكبر. الطعم ده يا جماعه ما اكلتوش قبل كده. الطعم ده الصلصه ناعمه جدا زي ما حضراتكم شايفين. بنحط كاتشب، كاتشب المصريين، الصلصه الحلوه، كل حاجه مفلفله، المكرونه سخنه والرز سخن. تاخد جايزه حبيبي يا باشا. والله ما مجامله. الف انا شايف. ما شاء الله طعمه زي ذوقك. الفل. نحلي بقى، حل. احنا اكلنا عشان الدايت. ده جيلي بالكريمه من تحت. مهلبيه، جيلي مهلبيه. مهلبية. انت موفق اي اتنين مع بعض ها؟ جيلي مهلبيه ما شاء الله. دي زمان مضروبه بقى عندنا جامد. تبص الزبائن عماله تتصل واحنا قاعدين ما شاء الله. الناس بتحب ده ليه بقى؟ احكي لي. ده جيب ما اللبن حد- منين؟ ما حدش اللبن ده انضف حاجه بنجيبه عندنا. حد هنا اسمه الشيخ نافع بتاع لبن جامد قوي يعني معروف. انضف لبن في شبرا، واغلى واحد هو بيبيع لبن. اغلى واحد. اغلى واحد بيبيع لبن. وانت بتجيب من اغلى واحد بجيب من اغلى واحد. عشان الناس تدوق الحاجه انا المختلفه. بتعامل مع ربنا قبل الناس. اه انا بتعامل مع ربنا، بجيب انضف حاجه ما شاء الله. الحمد لله. طب والجيلي كمان طعمه مش زي اللي بنجيبه في الاسواق ليه؟ برضك بنجيب انضف حاجه. برضه مش اللي في الاسواق لا. واللي مش في السوبر ماركت. لا بنجيب حاجه نضيفه. بس اكيد غاليه. ما عادي بس احنا بنراعي ربنا. احنا لما نيجي نشتري كزبائن حاجات غاليه، هي دي هتبقى قلنا مش ده بكام مثلا؟ ده ب 12 جنيه يا راجل تحلف بالله. والله العظيم. ده ب 12 جنيه؟ يعني لبن ومهلبيه وجيلي وسكر ونار وتسوى وعلبه بلاستيك ومعلقه وب 12 كل جنيه. لبن ب 35 جنيه بنجيبه. اه احنا نجيب انا عايزك كده. تتكلم عشان اكل البتاع عاجبني بصراحه. ألف فانت مشاكل. كلمنا انت بقى على ما ألف انا مشاكل. بتجيب الجيلي منين والحاجات دي منين ب 12 جنيه يعني؟ بجيب الجيلي من مسام ماركت كبير. حاجه نضيفه قوي، انضف حاجه في السوق. والمهلبيه برضه نفس الكلام. واللبن حد نضيف قوي عندنا هنا. اسمه زي ما قلت لحضرتك الشيخ نافع. ما انت كده ما تخسرش. لا لا ازاي؟ مع ربنا. ونعم بالله. بس احنا بنتعامل، خلينا بنتعامل مع ربنا. هو في حته الاول مش هقول لك عليها، اسال اي حد عليها. هم خلينا بيتعاملوا مع ربنا. وهم عاملين المحل ده مش عشان بس يكسبوا بقى، ده لا. ده احنا بنحلل ثمن الحاجه اللي بناكلها. مظبوط. طب تعالى وريني ايه ده، تعالى. انت اسمك ايه؟ جمال. ازيك يا فرحان لي كده يا جمال؟ لازم نكون فرحان عشان نشوف. حبيبي يا جمال. الله يبارك ده ايه ده بقى؟ دي ميه حمص. ميه حمص. طيب حاجه رايقه. ميه الحمص دي بقى انت يا جمال بتعملوها يعني بعد ما الزبون ياكل كشري لا، يقدر بتنزل ياكل معاه. يعني بعد ما ياكل الطبق بتاعه يقدر يشرب حمص شام كانه على الكورنيش. هو بيشربوا مع طبق الكشري، والله بينزل مع العظيم. الطبق، بينزل كده مننا كادو. كادو. هديه. والله. ما ينفعش عليه حاجه. لا خالص. ده عامل زي حمص الشام اللي على الكورنيش. يعني انت تجيب حاجة خطيبتك وما تروحش على الكورنيش تيجي تشرب حمص الشام وتاكل كشري والحكايه قريبه. عايز اقول لك بجد اتبسطت جدا 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 في رحلتي مع السلطان ابراهيم، واتبسطت من شباب مآمنة وعارفه ومصدقه ان الجنيه جاي. اصبر، خدوا حلال، راعي ربنا هيجي لك، باذن الله. وخلانك دول ربنا هيوفقهم اكتر واكتر واكتر. انا عارف ان انتوا ما بتعملوش دعايه مش عشان معكوش فلوس، ما شاء الله. انتوا ما بتعملوش دعايه لان انتوا شايفين ان الحكايه دي معموله عشان نسيب اسم جدنا مخلد هنا، بس بنعمله باحترام. حقيقي.
انتوا عندكم محلات في السعوديه وعندكم مشروعات في الامارات ضخمه، الحمد لله. لكن انتوا هنا عاملين ده عشان اسم جدك يفضل موجود. بس هي دي والله. رحمه الله عليه. يرحمه. نقرا الفاتحه ليه ولامواتنا جميعا، اللهم امين. اللهم آمين. اشكرك على الرحله دي، ماشي، شرفت تستاهل 10 من الله 10. يكرمك. اشكركم كده. ماشي.